خدات وقت طويل بزاف صراحه. فاش كتجيك فرقه فحال الزمالك بقيمه الفريق، فريق كبير جدا معروف في افريقيا والالقاب ديالو، يعني ما ترددش باش تقبل هذا العرض. انا افهم بتقول ايه بقى. هنا بنتايج بيزيد جوه منطقة الجزاء، بيرفع ايده لزيزو عشان يلعب له، وفعلا زيزو لمحه ولعبها له، بس حظه وحش وما دخلتش. هنا بيرفع اوفر حلو جدا بس منه لله الجزيري، لحد ما يقرر يعمل لنا اسيست على الطاير حلو جدا سهلة للجزيري يحطها في الجون. لو ما اكتفاش بكده، بعدها يمكن ب5 دقايق كمل لغاية جوه وخد الاتنين مدافعين معاه بالحارس، وفض عمر فرج على الاخر عشان يجيب جون. يعني لو تركز كده، هو خد الاتنين مدافعين بالحارس وخلى عمر فرج يجيب جون سهل جدا. عالمي يا ابني والله. ده بنتايج وهو بيحط لوب مع الاتحاد المغربي في الكونفدرالية. لا، عنده امكانيات يا جدعان، ده عنده امكانيات يا جدعان، عامل زي فتوح كده، مش باك وخلاص يعني. بص كده وهو بيحط الكرة الثابتة، بص الروقان، لا مركونة معلم. هو ده الباك اللي الواحد كان مستنيه بصراحة. بص هنا بقى، بيسلم الوان وبيجري ياخد مكان وبيستلم السري وبيزيد في نص الملعب لغاية ما بيتقفل عليه باتنين مدافعين. ده ياسر إبراهيم وقع فوقيه. هو أحسن حاجة فيه إن هو بيعرف يتصرف في الكورة، يعني إن هو حتى لو اتزنق يا بيسلم يا بيحاول يرقص. هنا بيسلم 1 وبياخد التو وعايز يكمل بيها بس برضه بيتضرب. والنبي مش هيسمع التسجيل ده. اسمع والله. حبيبي 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 حبيبي.